المشاهدون الأكارم، صلى الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإريترية، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. فرع الثروة البحرية بإقليم القشبركة ينظم ندوة حول التغذية. تنفيذ برامج تنموية ناجحة في مديرية لوقو عنسبة. تكريم الطلاب الذين حصلوا على درجات عالية في الامتحانات الوطنية بمديرية تسني. كوريا الشمالية تجري سلسلة جديدة من تجاربها على صواريخ كروز. أرمينيا تعلن مقتل 4 من جنودها عند الحدود مع أذربيجان. الإمارات وأذربيجان والبرازيل تعلن تشكيل ترويكا من أجل المناخ. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. عقد فرع الثروة البحرية في إقليم القشبركة بمدينة بارنتو خلال السادس عشر من فبراير ندوة تركزت حول التغذية وهدفته إلى تعزيز الجهود المبذولة لضمان الإمدادات الغذائية وكذلك تحسين الممارسات الغذائية. وتهدف الورشة إلى تعزيز العلاقات بين وزارات الثروة البحرية والصحة والزراعة ورفع مستوى الوعي العام حول النظم الغذائية الآمنة والصحية وأهمية الأطعمة المغذية للتخفيف من المشاكل الناجمة عن النظم الغذائية غير المنتظمة ونقص المغذيات. وقال المدير العام لقسم الزراعة والأراضي في الإقليم السيد أبو بكر عثمان إن الجهود المبذولة لتحسين المحتوى الغذائي والتغذية، مؤكدا في الوقت ذاته أن الجهود الرامية إلى زيادة الاستفادة من المزارع السمكية في السدود الكبيرة والمتوسطة تأتي في إطار مهمة ضمان الغذاء المغذي، موضحا أهمية الندوة وتنظيمها في وقتها. وقال ممثل فرع الموارد البحرية في الإقليم السيد برهان التخلي إنه يجري التخطيط لبرامج قصيرة وطويلة الأجل على المستوى الوزارة للاستفادة من الثروة البحرية وموارد المياه العذبة لصالح المجتمع. وقدم خبراء في الثروة البحرية وسبل العيش والتغذية أوراق عمل حول الفوائد والأهمية الاقتصادية لتربية الأحياء المائية بشكل عام وتربية الأحياء المائية أيضا بشكل خاص، وكذا المزايا المغذية للحوم الأسماك وطرق ضمان جودة الأسماك الغذائية والتقدم في إدخال المحاصيل المغذية والحبوب والخضروات والفواكه في إقليم القشبركة وأهمية التغذية في صحة الأسرة. ومع ذلك ذكر أنه ينبغي إلى اهتمام كبير لاستخدام الأسماك لأنه لم يتقدم كما كان متوقعا. وأضاف أنه تم زراعة الأسماك في 6 سدود لتحسين المستوى الغذائي للغذاء في الإقليم، كما حث اللجان المشكلة للتوعية العامة بالفوائد الصحية للملح المعالج باليود على الجدية في عملها، ولا سيما تجار الملح غير المعالج باليود على الامتناع عن ممارسة أشرتهم. وحث حاكم إقليم القشبركة السفير محمود علي حروي في الكلمة الختامية التي ألقاها على أن ضمان إمدادات الموارد الغذائية هي جزء من برامج الأمن الغذائي وإنشاء منصة لاستخدام الأسماك المزروعة في السدود، ودعا إلى تعزيز دور وتنسيق الجهات المعنية بشكل عام ووزارة الثروة البحرية بشكل خاص. شهدت مديرية لوقو عنسبة في إقليم القشبركة تنفيذ برامج تنموية ناجحة، بما في ذلك بناء السدود وقنوات الري للتنمية البشرية والحيوانية والزراعية، بالإضافة إلى تنسيق مشروع جديد لإمدادات مياه الشرب النظيفة في المديرية. أدلى مدير المديرية السيد أبراهام حقوس بهذه التصريحات خلال اجتماعات مع الأهالي وموظفي الحكومة في إدارات الضواحي في مقركة وليبان وعدن أمن في الفترة من 31 من يناير إلى 11 من فبراير. وفيما يتعلق بالسدود التي تم بناؤها العام الماضي، قال إبراهام إن سد دك شحاي يمكن أن يحجز سعة 150 ألف متر مكعب من المياه، وسد عد حنس سعة 210 ألاف متر مكعب، وسد رسناي سعة 150 ألف متر مكعب، وسد عدن أمن 245 ألف متر مكعب. كما تم تدشين مشاريع مياه جديدة في عدد من قرى المديرية.
وذكر أنه تم إجراء دراسات لبناء السدود في ضواحي مقركا والليبان ودكزرؤو، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ أعمال بناء وتوسيع الفصول الدراسية وإنشاء حواض المياه وإصلاح دوريات المياه عبر مبادرة مجتمعية، وأن بناء عنابر الانتظار الحوامل والنفساء هي من أهم برامج 2024. وقدم سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في المديرية السيدة برهان السقاي تقريرا عن الأنشطة السياسية والتنظيمية التي تم تنفيذها، بينما قدمت رئيسة وحدة التنمية الاقتصادية السيدة إلسا رستوم ورئيس الزراعة فرزون قبرولد تقريرا مصحوبا بالأرقام حول الأوضاع الزراعية وأنشطة حماية التربة والمياه المنفذة عبر النفير الشعبي التنموي. وبعد مناقشة التقارير حث المشاركون على تحصيل الضرائب على الأراضي والماشية في الوقت المناسب، وبناء سور لسوق مقركا، ونقص الأدوية البيطرية وآفات المحاصيل. عقد مكتب إقليم جنوب البحر الأحمر للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة اجتماعا في عصب يوم 12 فبراير بهدف مراجعة أدائه في عام 2023 ومناقشة خطة عمل لعام 2024. وأوضح رئيسا الشؤون السياسية السيد سمر جبر مريم والشؤون التنظيمية السيد حسن أحمد في التقريرين اللذان قدمهما، أوضحا عن الأنشطة التي تمت في إعداد هيكلة الشعب والموظفين، وأنه تم إجراء لقاءات وندوات تهدف إلى رفع مستوى المعرفة والوعي لدى الأعضاء على مختلف المستويات، كما تم توزيع المطبوعات للمناقشة والمحاورة، وتم أيضا إعادة التنظيم في بعض الفروع المصغرة. بالإضافة إلى ذلك شارك أكثر من 14 ألف من القوى العاملة في الأنشطة المدرة للدخل التي ركزت على صيانة المدارس وبناء المدرجات والقنوات الحوضية، وكذلك صيانة الطرق الفرعية والإصحاح البيئي، ودورات تدريبية حول العلوم الاجتماعية. واقترح المشاركون أن تكون المنشورات الشهرية مستمرة وفي الوقت المناسب، وأن تعقد الندوات بانتظام على مستوى الجبهة، وينبغي العمل على زيادة قدرات الأعضاء. وفي كلمته الختامية قال سكرتير الجبهة في الإقليم السيد رزاني ميكائيل إن تعزيز الفروع والمجموعات الفرعية للجبهة هي من أهم البرامج التي تعطى الأولوية خلال عام 2024، داعيا لتطوير ورفع مستوى الأعضاء. كرمت مدرسة ساقم المتوسطة والثانوية في مدينة تسني في 10 فبراير 34 طالبا حصلوا على درجات عالية في الامتحانات الوطنية للعام الدراسي 2023-2022. وذكر مدير المدرسة الأستاذ تكي مدهن في كلمته بهذه المناسبة أن الفائزين بالجائزة هم 19 طالبا حصلوا على 3 إلى 4 درجات في الامتحان الوطني للصف 12، و15 طالبا هم الذين حصلوا على أكثر من 85 درجة في الامتحان الوطني للصف 8. وقال إنه من بين 151 طالبا من منتسبي الدفعة 35 للخدمة الوطنية حصل 46 منهم على درجات تؤهل للبكالوريوس، و35 على درجة دبلوم، أي ما مجموعه 53.6% التحقوا بالكليات الوطنية. وأضاف أن من بين 391 طالبا شاركوا في الامتحان الوطني للصف 8 نجح 243، أي 62%. وعلى مدى السنوات العشر الماضية نجح 996 طالبا من أصل 1750 طالبا تقدموا لامتحان الثانوية العامة الوطني. وتتزايد مشاركة المرأة وقدرتها التنافسية بشكل مضطرد وفقا لوثائق المدرسة. وحث مسؤول التعليم في مديرية تسنية الأستاذ سرافيل كفل قرقيس والمدارس الأخرى على تقديم برامج مماثلة، لأن تكريم الطلاب المتفوقين له تأثير إيجابي، داعيا تعزيز مستوى الطلاب المتفوقين وحزو الطلاب الآخرين حظوهم. وهنأ مدير المدرسة مدير المديرية السيد سيوم قبريسوس الطلاب الناجحين وأولياء الأمور، وحث على أن يكون دور المجتمع أكبر لتعزيز نتائج الطلاب في الامتحان الوطني بالمنطقة. وقال الفائزون بالجائزة أن أساس نجاحهم هو الرغبة والعمل الجاد والتعاون مع أولياء الأمور والمعلمين، مؤكدين العمل بقوة حتى بلوغ الهدف المنشود. مشاهدينا، كانت هذه الأنباء الداخلية، فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي.
أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز قبالة سواحلها الشرقية في سلسلة جديدة من تجارب الأسلحة التي تجريها بيونغ يانغ هذا العام. وأفادت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيان أنه تم رصد عدة صواريخ كروز فوق المياه الواقعة شمال شرق مدينة وونسان، مشيرة إلى أن أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية والأمريكية تقوم بتحليل مفصل لهذه التجربة الصاروخية الجديدة. وكانت بيونغ يانغ قد أعلنت في وقت سابق من هذا الأسبوع عن نجاح اختبار نظام تحكم جديد لراجمة الصواريخ، مع التأكيد على أهمية دورها في ساحة المعركة. وفي يناير أعلنت بيونغ يانغ إجراء اختبارات على نظام أسلحة نووية تحت البحر، بالإضافة لصاروخ باليستي فرط صوتي يعمل بالوقود الصلب، وذلك ضمن سلسلة التجارب العسكرية التي تنفذها العام الماضي. أعلنت أرمينيا مقتل 4 من جنودها بنيران قوات أذربيجانية في منطقة سيونيك في تصعيد جديد للتوتر على الحدود بين البلدين. وقالت وزارة الدفاع الأرمينية في بيان إن قوات أذرية أطلقت نيران أسلحتها باتجاه مواقع قتالية في منطقة نركين هاند، ما أسفر عن مقتل 4 جنود وإصابة 5 بجروح. في المقابل ذكرت دائرة الحدود الأذربيجانية في بيان أنها نفذت عملية انتقامية ردا على ما اعتبرتها استفزازات أرمينية ارتكبتها قوات عسكرية بالأمس على الحدود المشتركة. وفي سياق متصل أفادت وزارة الدفاع الأذربيجانية بأن القوات الأرمينية أطلقت النار على مواقع في شمال غرب الحدود على بعد حوالي 300 كيلومتر من ناركين هاند. تجدر الإشارة إلى خوض أذربيجان وأرمينيا حربين بشأن إقليم ناغورنو قرباغ بين عامي 1988 و 1994، راح ضحيتها 30 ألف قتيل، وأخرى في 2020 انتهت بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار. أعلنت 3 دول استضافة أو تستعد لاستضافة محادثات الأمم المتحدة للمناخ، هي الإمارات العربية المتحدة وأذربيجان والبرازيل، تشكيل ترويكا من أجل الدفع باتجاه اتفاق دولي لإبقاء الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية. وأفاد رئيس قمة كوب 28 بأن الترويكا تساعد في ضمان امتلاكنا التعاون والاستمرارية اللازمين للحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية في الأفق من باكو إلى بليم وغيرهما. واستضافت الإمارات مؤتمر كوب 28 العام الماضي في دبي، بينما تستعد أذربيجان لاستضافة القمة هذا العام تليها البرازيل في 2025. وفوضت الدول 198 الموقعة على اتفاق الإمارات البلدان الثلاث العمل معا لوضع خارطة طريق للحد من الاحترار العالمي ليبقى عند 1.5 درجة مئوية، وهو هدف مناخي رئيسي تهدده انبعاثات الغازات الدافئة حول العالم بشكل كبير. تسبب انزلاق للتربة في محاصرة 9 عمال على الأقل في منجم ذهب في أرزنجان في شرق تركيا، وفق ما أعلن رئيس بلدية هاب، مضيفا أن جهود البحث والإنقاذ جارية. وأوضح رئيس البلدية بكير أكسون عبر محطة NTV التركية الخاصة أن العدد الدقيق للأشخاص المحاصرين تحت الأرض ما زال غير معروف. وأظهرت صور من مكان الحادث انزلاق التربة يجتاح الوادي، حيث يعتقد أن العمال كانوا موجودين عند وقوعه. ووقع انزلاق التربة قرب منطقة إيليتش في مقاطعة أرزنجان، وغالبا ما تحدث انزلاقات تربة أو انهيارات مناجم في أجزاء من تركيا. سادتي سيداتي، هذا تذكير بأبرز العناوين.
فرع الثروة البحرية بإقليم القاشباركا ينظم ندوة حول التغذية. تنفيذ برامج تنموية ناجحة في مديرية العقبة عن سبب. تكريم الطلاب الذين حصلوا على درجات عالية في الامتحانات الوطنية بمديرية تسني. كوريا الشمالية تجري سلسلة جديدة من تجاربها على صواريخ كروز. أرمينيا تعلن مقتل 4 من جنودها عند الحدود مع أذربيجان. والإمارات وأذربيجان والبرازيل تعلن تشكيل ترويكا من أجل المناخ. هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحياتي وتحيات الفريق العامل. شكرا لحسن الإسماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.